صباح الخير. النهاردة هنشرح الفيوتشر سامبل تنس أو زمن المستقبل البسيط. كنا درسنا في بارت 2 من زمن المضارع المستمر إزاي نعبر باستخدامه عن المستقبل باستخدام مصطلح verb to be مضاف له going to والمصدر. النهاردة هنشرح زمن المستقبل البسيط باستخدام will. اتعودنا خلاص ان احنا اما بنشرح اي زمن بنفهم في البداية امتى بنستخدمه. فاحنا بنستخدم زمن المستقبل البسيط لما نكون بنتكلم عن حقيقة، عرض وطلب، قرار لحظي، توقع بدون دليل. حقيقة، عرض او طلب، قرار لحظي او توقع بدون دليل. فاذا كان عندي fact فانا بستخدم will. offer او request بستخدم will. instant decision قرار لحظي بستخدم will. prediction without evidence بستخدم will. طيب، عايزين نفهم الكلام ده بشكل عملي عشان نقدر نطبق. أول حاجة لو جات لي جملة the sun will rise at 6 a.m. tomorrow، بمعنى الشمس هتشرق بكرة الساعة 6، دي حقيقة وبالتالي هختار لها will. طيب قال لي the train will arrive at 8 p.m. tomorrow، القطر هيوصل بكرة الساعة 8، حاجة أنا مش متدخلة فيها، ده نظام ماشي أو حقيقة ماشية، خلاص تمام، دي بتاخد will. طيب لو قلت I think it will rain tomorrow، I think it will rain tomorrow، ده بالنسبة لي رأي شخصي بدون أي دليل. والله أنا معتقد إن الدنيا هتمطر بكرة. طيب هل في دليل عندك؟ لا، أنا بعتقد I think، وبالتالي هختار will. طيب لو قلت لك I will explain the rule again، أنا هشرح لك القاعدة دي مرة كمان، ده بالنسبة لي عرض، أنا بعرض عليك إن أنا أساعدك، ف I will explain the rule again. طيب لو قلت لك will you open the door please، ده طلب، بطلب منك حاجة تعملها لي، ممكن تفتح لي الباب will you open the door please، ده معناه إني هختار will. طيب هل الزمن ده keywords أو كلمات دالة بتعرفني إني بتكلم عن المستقبل؟ قال لي أيوه. soon، tomorrow، in the future في المستقبل، وكل next بقى next week next year next month، كل دي التالي، الأسبوع الجاي، الشهر الجاي، السنة الجاية، كل دي كلمات دالة بتعرفني إن زمن الجملة مستقبل بسيط. نبدأ في الثلاث صيغ اللي احنا متعودين عليهم. إزاي أقدر أكون جملة في الإثبات؟ في البداية خلاص احنا عرفنا في الأفيرماتيف subject يلي الفيرب ثم تكملة الجملة. هنا في حاجة هتدخل على الجملة. في البداية هنبدأ بالفاعل subject ثم will كفعل مساعد ويليه الفيرب في المصدر بدون أي إضافات. تاني subject will والفيرب في المصدر، subject will والفيرب في المصدر. نلاحظ إن القاعدة الأساسية بتقولك إن بعد will بيجي حاجة اسمها base verb. يعني إيه؟ يعني verb في المصدر من غير to، لا في أي إضافات، لا اس ولا اي اس ولا اي اي اس، وكمان ما بيسبقوش تو، وده بنسميه بيس فيرب. بس عشان نسهلها على بعض هنقول ان الجمله في الافيرماتيف فورم في المستقبل هو فاعل will verb في المصدر. يلا نطبق. I will study English. I اللي هو السبجكت جه بعديه will ثم study verb في المصدر بدون أي إضافات. بنفس الطريقة we will win the match، احنا هنكسب المباراة، will جه بعدها win بدون أي إضافات. ثم she will travel tomorrow، هي هتسافر بكرة، و travel برضو جت في المصدر. النفي يا ولاد في كل الأفعال المساعدة بيبقى زي verb to be بالظبط، بننفي بنوت وبنحطها بعد الفيرب المساعد، الفعل المساعد، فالجملة ما فيهاش تغيير كبير. الفاعل ثم will not ثم برضو الفيرب في المصدر. لكن نلاحظ ان will not ليها اختصار، هي won't. will not هياها won't اللي هي WON apostrophe T. تمام؟ نطبق I will not study English، حطيت الجملة زي ما هي، وعشان نفيت بنوت حطيتها بعد الفيرب المساعد أو الفعل المساعد اللي هو will. بنفس الطريقة we won't win the match، أنا قصدت هنا أدمجها لك مع بعض. will not على بعضها هي won't، ما تروحش تكتب لي won't وتحط بعدها not كمان، مفيش حاجة كده، خلاص يبقى will not على بعضها هي won't win the match. تالت جملة she will not travel tomorrow، وهنلاحظ في الجملة دي كالمعتاد لآخر مرة النفي not بيجي بعد الفعل المساعد، الفعل اللي بعدهم بيجي في المصدر. خلاص حفظنا ال yes no question، سؤال بهل، سألنا بهل، حطينا الفعل المساعد الأول فبقت will فاعل verb في المصدر ثم ال question mark، تبقى will you study English، والإجابة هتكون طبعا ب yes أو no. المختصر ألطف حاجة في الإجابات yes I will أو no I won't، و no I won't هياها no I will not.
نركز دايما بقول لكم في النقطة دي على البانكتويشن. يس الواي كابيتال بيجي بعدها كوما، في نهاية الجملة فول ستوب. لقيت نو لازم الاقي نفي في الجملة، وطبعا ما ننساش الكوما والفول ستوب. اخر حاجه هنعمل ريفيجن سريعه على اللي احنا اخدناه النهارده، واتفقت معاكم ان احنا عشان نراجع لازم نحط جمله في الاثبات، جمله في النفي، جمله في اليس نو كويستشن اتاكد منها انه انا فهمت الزمن. يبقى انا اخترت she will visit Cairo next year، هي هتزور القاهره السنه الجايه. في الافيرماتيف فورم في الاثبات عايزه انفي، بنفي بنوت، بحطها فين؟ بحطها بعد will. ممكن اكتب will not وممكن اكتب won't وما اضيفش not تاني. she won't visit Cairo next year. طيب هسأل بهل، فهقوم جايبة الفعل المساعد الأول، هتبقى will she visit Cairo next year أو will she visit Cairo، وهحط question mark. في الإجابة هتبقى yes she will أو no she won't. نفتكر حاجة بسيطة ونحطها دايما في دماغنا. will الاختصار بتاعها apostrophe ll، will not الاختصار بتاعها هو won't. بكده يا ولاد بمنتهى السهولة نكون خلصنا شرح المستقبل البسيط. أتمنى تكونوا فهمتوه. تابعوني، اشتركوا في القناة، شير الانفورميشن اللي أنا قلت لكم عليها علشان خاطر يوصلكم فيديوز أكتر تفيدكم في دراسة الإنجليش. ألف شكر.